اول حاجه وانت بتشتري العصافير هتعتمد على ده. يبقى زي ما انتوا شفتوا كده ان الذكر بيبقى لون الكير بتاعه بيبقى لونه ازرق تمام او وردي، والنتايه بيبقى بني او ابيض. ونصيحه تمام، نصيحه لما تبقى رايح انت اول مره تشتري جوز، يعني اول مره تجيب جوز في حياتك، ما تخليش صاحب المحل هو اللي ينقي لك جوز تمام، او يقول لك الجوز ده كويس، الجوز ده هيشتغل. ازاي بقى انت خلاص بقيت تقدر تحدد الذكر من النتايه؟ ازاي تحدد بقى العمر اللي تقدر تشتريه في العصافير زي ما انت شايفين كده؟ زي ما انتوا شفتوا كده، اول حاجه الخطوط اللي في الراس، كل ما كان الخط ممسوح او كل ما كان اللون اللي في اول الراس ساده، كل ما كان العصفور كبير في السن تمام. وكل لما كان لون الكير او اللي هو الانف لونه غامق، كل ما كان العصفور كبير في السن. وكل برضو لما كان لون رجل العصفور غامق وتلاقيها خشنه مش ناعمه، كل ما كان العصفور سنه كبير. فانت تاخد المتوسط تمام. نقطة قبل الأخيرة اللي هي لون العصفور. ازاي تختار لون العصفور؟ أفضل الألوان اللي تقدر تشتريها من محل العصافير اللي هي الألوان الفاتحة تمام، عشان بعد كده لما تنتج منها إنتاج جاية. كده دلوقتي بما انك اول مره تشتري عصافير، قدرت تحدد الذكر من النتايه في العصفور، قدرت تحدد العمر المناسب اللي تقدر تشتري بيه العصفور تمام. نيجي للنقطه الثالثه، القفص تشتريه ازاي؟ زي ما انتم شايفين شفتوا افضل قفص اللي هو المربع، لان في قفص بيبقى مثلث، في قفص بيبقى دائري، ده كله بيقلل مساحه القفص، فافضل قفص المربع تمام. كده العصافير اللي هنشتريها هتبقى شابه، القفص اللي هنشتريه هيبقى مربع. الاكل كده كده ما عليهوش اختلاف، لان انت هتروح تقول لصاحب المحل انا عايز اكل للعصافير، فهيديك الاكل المخصص بتاعهم. دلوقتي كل واحد شاف الفيديو تمام يكتب لي اسم العصفور ده عنده في الدولة ايه في التعليق تحت الفيديو. ولما تتفرج على الفيديو اعمل لايك للفيديو، وعشان تعمل لايك لازم تفتح الجيميل بتاعك والباسورد، يعني مش هتخسر حاجة، دقيقة واحدة أو ثانية واحدة هتفتح الجيميل وهتعمل لايك للفيديو وتشارك الفيديو على جروبك في العصافير تمام. استنوني الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.